راح اسوي الكفتة. عندي هنا اللحم مفروم، عندي هنا بصلاية راح ابرشها. قلت لكم النهاية لا تسووها، لا تشيلوها على مود تبقى البصلاية ما تتفتت. اذا شلتوا هاي المنطقة راح تنفتح وياكم انتو بدك تفرشوها. هذه المنطقة تظل لازمتها. راح شفتوا شلون؟ انا متأكدة اي احد يشيل هذا الجزء كانت البصلاية تتفتت وياه وتنفتح كلها وقوة يبرشها. بهاي الطريقة تصير كاملة باعوا ما تتفتت وياكم. هنا أنا عندي كم حبة من الثوم خليتها بالمهراسة، وهسه راح اهرسها اخليها فوق اللحم ويا البصل. راح اخلي البهارات عبارة عن فلفل اسود، شوية كاري، اكيد ملح نملحها. هسه راح نعجن هاي المكونات الكفتة سوية، نسويها عجينة متكاملة. هسه عندي هنا طاولة راح اخلي عليها زيت الزيتون. راح اخذ العجينة مالتي مال الكفتة واسوي شكل الكفتة طبعا بالطريقة اللي انتم تشوفوها مناسبة. راح اسويها بهذا الشكل واخليها بالطاولة. صار عندي جاهز. راح اخليهم على النار لحد ما الكفتة عندي تستوي وتاخذ لون هيجي يعني مقرمش. الكفتة ما شاء الله صارت عندي جاهزة استوت. راح اطلعها وابقي الزيت اللي طلع من عندها العصارة يعني ويا الزيت راح ارجع استخدمهم. يكون عندي هنا طماطة راح نبدي نترمهم على شكل مكعبات. بنات اريدهم مكعبات والكمية لازم تكون زينة. نفس الطاوة بنفس الزيت راح اخلي هذه الطماطة اللي ثرمناها ناعم كلها، ونرجع الطاوة على النار لحد ما تستوي الطماطة. عندي صارت جاهزة. راح ابدي ارجع الكفتة للطاوة بهذا الشكل، صفتهم نغمرهم طبعا بالطماطة من جميع الجهات حتى تاخذ النكهة. وهم نرجعهم شوية على النار نقبغ عليهم لحد ما هيك الصلصة تاخذ طعم الكباب والكباب ياخذ طعم الصلصة. زين ويكون عندنا جاهز. عندي جاهز بس راح ارش عليه رشة من الجبن، جبن موزاريلا حتى ينطينا نكهة هيجي ويذوب على الكباب. طبعا هذا اختياري، ممكن ما تسوونه وممكن تسوونه بس هو كلش لذيذ. الفيديو مال هلا 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 اخليه يعني مال اكل، المفروض اخليه بس اريد اشوفكم او اريد احكي عن اللوحة الابداعية اللي انا سويتها. واو 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 ريحتها تجنن، طعمها طيب، تنفع للعشاء والله حتى للغدا. اوكي ذوقوها واكلوها. جربوها لذيذة. الطماطة تجنن بهيجي طريقة خرافية. خل نشوفكم. تشيز 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 بس بعد تشيز يومي. جربوها بالعافية.